اللهم لك الحمد أن جمعتنا، ولك الحمد أن وفقتنا للصيام، ولك الحمد أن وفقتنا لأن نذكرك في خير الأيام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله بالإيمان، والحمد لله بالإسلام، الحمد لله على نعمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم إنا نسألك يا رحمن في هذا اليوم الذي تحبه وتجعله مقدسا في قلوبنا، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن رأينا ملك الموت فاجعله يقول لنا سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم إن رأينا ملائكة الرحمة وهي تقبض أرواحنا اجعلها تقول لنا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا إن تركنا هذه الدنيا أن نتركها وقد رأينا مقعدنا من الجنة وأرواحنا ترتقي بيد ملك الموت. علمنا رسول الله أن الصالحين في وقت موتهم يروا مقعدهم من الجنة فيحبوا لقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحه وفي احسن حال. انا جيهان ودي قناتي، لاول مره تشوفيني الشرف انك تضم لعيلتي الجميله وتعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك مني كل جديد، ودوت فضلا يا حبيبه قلبي ليس امرا. اللهم صل على النبي بقى كده يا بنات. فيديو الهمه، فيديو النشاط، فيديو الرغاوي على قلبي كده كلكيعه كده كبيره عشان خاطر السجاد بتاعي لسه ما اتغسلش. اول مره يا بنات اغسله متاخر كده، بس الله المستعان. احنا ستات شاطرين جدا جدا ومش بنخلي ورانا حاجة. وهنبقى بأمر الله قد المسؤولية إن شاء الله. استعنت بالله كده يا بنات وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا حبايب قلبي عشان الفيديو بتاعنا يكمل كده بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وقمت كده الساعة 7 صباحا، 7 صباحا قمت اعتمدت على الله، كانت حاجتي جاهزة من بالليل. وقمت قلت اما انوي خير كده، وطبعا الصلاة كانت فاضية معايا، كان مفيش مساند ولا اي حاجة. غسلت بقى كده السجادة معاكم القمرية الكبيرة دي، كانت التهمة بالنسبة لي. غسلتها بقى وخلصتها كده وشطفتها، ولسه هشطفها تاني في الحمام. ببقى افردها تاني واشطفها تاني يا بنات في الحمام. وسبتها بقى كده على جنب ايه تصفي. جبت بقى الحافظه بتاعتي دي، الحافظه دي يا بنات انا شاريها بقى لي سنتين، بس بصراحه بفرشها بس في الاعياد وبشيلها عشان خاطر الاطفال وكده، وهي لونها فاتح زي ما انتم شايفين. قلت بقى كده ايه الكبيره دي انا خلصت منها، طبعا كان لسه عندي الغرز الرصاصي الكبيره التانية، بس بصراحه انا ما غسلتهاش لان زوجي ما كانش موجود وانا مش هقدر ان انا اشيلها لوحدي. فاستعنت بالله كده بقى وجبت الحافظه اللي هي دي، حافظه جوبلير يا بنات، بصراحه جميله. بغسلها وبنقعها وبحط عليها الفرشة دي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا. انا كنت خايفة منها بس بصراحة جميلة. يلا بقى كده يا بنات اكتبوا لي في الكومنتات انتوا عملتوا ايه، وصلتوا لايه، سبتوني بقى وفرشتوا انتوا ولا عملتوا ايه يا حبايب قلبي. بحبكم في الله والله العظيم، يا احلى واحن اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا حبايب قلبي، ويا رب دايما كده الحب يفضل موصول ما بيننا لحد اخر العمر. غسلتها بقى كده يا بنات، انا طبعا مسرعه معاكم الكاميرا. غسلتها كده وخليتها زي الفل وشطفتها، ولسه هخش جوه تاني افتح عليها الحنفيه واشطفها بقى تشطيفه ايه، موت فل و14. جبت بقى الحته التانية بتاعتها دي، طبعا انا يومها ما لقيتش نفس الدرجه، فجبت حاجه ليها ايه تبقى قريبه منها ما تبقاش بعيده عنها قوي. مسكتها بقى كده يا حبايب قلبي، غسلتها غسله حلوه. فضلت ادعك فيها بقى كده يا بنات عشان خاطر ايه انضفها كده، وقبل ما الدنيا تتعك وقبل ما انا صحتي افقدها بقى في السجاد، قلت لا اغسل الحاجات اللي هي المهمه الفاتحه دي الاول. مسكتها بقى كده يا حبايب قلبي، غسلتها وخلصتها، وجبت بقى اللهم صل على النبي، جبت بقى الحفظه اللطيفه اللي انتم شايفينها دي. وقلت برضو كده ايه امسك الخلطه بتاعتك ايه يا جهاني اللي انت بتغسلي بيها. انا حاطه معايا عجينه دي بتاعت فرش وملابس وحاجات من دي، بس جميله جدا، بجيبها من عند بتاع المنظفات. ومعايا كلور، ومعايا اوكسي المسحوق اللي هو الاوكسي. ما بحبش بقى احط بطاس واحط الحاجات التانية دي، بخاف بصراحه على السجاد بتاعي، فلانه مش بقى يعني وسخ بالطريقه اللي هي تستدعي ان انا ازود عليه حاجات. جبت بقى اللي الحافظه دي قطيفه يا بنات، عندي بقى لها حوالي 5 سنين او اكتر بصراحه، من بعد ما اتجوزت على طول. بحطها عند الريسبشن، دي اللي هي الارضيه بتاعتها جنس من ورا مش الجلد. جبتها بقى كده وفضلت ادعك فيها، طبعا كانت مضايقاني لانها خفيفه، كانت بتكرمش كده معايا، بس الله المستعان برضو مسكتها كده غسلتها.
ورحت بقى كده قفلت الحنفيه اللي في الحمام، كانت الجردل كان قرب يتملي. هتقولي لي طب يا جان انت مش عندك خرطوم بتغسلي بيه؟ والله يا بنات انا جبت كام خرطوم طويل وما نفعش على الحنفيات بتاعتي. فقلت بقى خلاص، يعني انا مش بغسل على طول الا كل ايه، كل عيد، بعد العيد مثلا شهرين ثلاثه اما بغسله. فقلت بقى خلاص مش مشكله، ايه ابقى اشيل واحط كده في الميه وخلاص. ربنا اللي بيعيننا يا بنات والله العظيم، طول ما انت بترمي توكلك على ربنا وتقولي يا رب وتستعيني بالله، صدقيني ربنا هيقويكي وهيقدرك على الحاجه اللي انت بتعمليها. فاحنا دايما نقول يا رب ونسمي الله، والله العظيم يا بنات طول ما انا بعمل عماله بسمي الله واقول يا رب عيني، يا رب قويني، يا رب عيني. انا ما كنتش متوقعه ان انا هخلص السجاد كله كده ورا بعضه، بس الحمد لله يا بنات بفضل ربنا، مش بفضلي انا ولا بشطارتي انا، لا، ده بفضل ربنا. وحب الناس ليا بفضل ربنا برضو، مش كل حاجه بتحصل في حياتنا بفضل ربنا علينا، مش شطاره مننا ولا حاجه، لا، في ناس كتير شاطره وسبحان الله يعني. الحمد لله. خلصت دي كمان يا بنات كده وحطيتها في الحمام. انا قلت بقى كده ايه، اجيب لكم حبه الرغاوي الحلوين دول كده ينشطوكوا كده ويقوموكي يا حبيبتي. قومي يلا، ما عادش فيه وقت، قومي يلا شوفي انت وراكي ايه، واستعيني بالله كده بقى وسيبيكي من الشيطان اللي عمال يضحك عليكي ده. خلاص احنا النهارده يعتبر النهارده اللهم صل على النبي التلات، يعني خلاص ما عادش فيه وقت الا الاربع والخميس، يعني يا دوبك تلحقي تفرشي. فخلاص بقى كده يعني نحاول بقى ان احنا النهارده وبكره بامر الله نبتدي نفرش، عشان زي ما قلت لكم يوم الوقفه دي يا بنات عايزين بقى ان احنا نقرب من ربنا نصلي، هنبقى طبعا صايمين، يبقى بيتنا كده 100 فل و14، نبقى رايقين، نشوف اولادنا هنعمل ايه، نجهز لهم هدومهم. فيعني ايه الدنيا مش تبقى مدربكه حوالينا كده يعني. انا متعوده ان يجي يوم الوقفه يكون شقتي مفروشه بصراحه، بس اللي اخرني المره دي يا بنات السجاد وتعبي اللي فات دوت، الحمد لله اللهم لك الحمد. انا عايزه اقول لكم يا بنات والله العظيم تلاتة الدكتور الاخراني اللي انا رحت له، إيه اللي جبت العلاج بتاعه خدته، وبعد ما خدته كان فيه مضاد حيوي غلط. والله العظيم ثلاثة، انا ما بكدب عليكم، انا كان حاصل لي حاله ورم في وشي كده، مش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي، بس الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر على اي حاجه ربنا يعملها معانا. ربنا ما بيعملناش حاجه وحشه او حاجه كتير علينا، ربنا بيدي كل بني ادم مننا الحاجه اللي يقدر ان هو يتحملها، فالحمد لله يا بنات. شوفوا بقى حبه الميه الحلوين دول كده اللي كنت محرومه منهم دول يا بنات. خلصت بقى السجاده دي كمان كده بتاعه الريسبشن وشيلتها برضو. يا بنات انا برجع اشطف السجاد ده تاني في الحمام، بس عشان خاطر الدنيا ما تغرقش ميه معايا اكتر من كده. يعني حلاوه السلط دي يا بنات ان الميه كلها بتتكون في الاخر ناحيه الشباك من جوه، ما بتطلعش على الاوض، انتوا فاهمين قصدي ايه. جبت بقى بتاعة المطبخ دي برضو كانت وسخة قوي يا بنات، برضو قلت كده ايه، اغسلها غسلة حلوة كده بقى مع الكلور مع حبة العجينة والاوكسي، وانضفها كده تنظيفة ايه حلوة كده، الله المستعان. قومي يلا اوعي تقولي لي ان انت لحد دلوقتي لسه ما غسلتيش فرشة او لسه وراكي حاجات كتير عايز تعمليها. لا خلاص بقى، يعني النهارده اخر يوم، لو وراكي حاجات عميقة محتاجة ان انت تعمليها تقدري ان انت تعمليها النهارده. شطفت بقى كده يا بنات السجاده كده زي ما انتم شايفين. السجاده دي جميله جدا يا بنات، على الارض بتاعه المطبخ دي بتلزق بصراحه في البلاط، كنت خايفه منها لا تكون مش بتلزق. انا جايباها بقى لي حوالي سنتين، العيد الصغير اللي فات ده لا اللي قبله. إيه اللهم صل على النبي، جميله جدا جدا بصراحه، بتلزق على البلاط. خلصتها بقى كده وجبت السجاده دي كده، انا كنت بقى نشفت الصاله يا بنات، نشفت كل الميه اللي فيها. شلتها بقى كده بشفشق وفي قلب الجرادل من جوه خالص، وبعد كده نشفتها بالمساحه. قلت بقى ايه اكمل بقيه السجاد كده على النظافه. جبت بقى ميه نظيفه كده وجبت السجاده دي بقى وفضلت كده ايه اغسل فيها كده عشان خاطر انضفها، لانها كانت متسخه جدا، كان عليها تراب وكانت وسخه بصراحه. فقلت بقى كده ايه شويه صحه كده وشويه همه، عشان خاطر ما عادش فيه وقت، يا دوبك السجاد ينشف النهارده ابتدي ان انا افرش من النهارده، يعني بامر الله هبتدي برضو ان انا افرش من النهارده باذن الله. كنت عايزه اخلص السجاد يا بنات واغسل الصاله دي مع الطرقه، بس لقيت وقت الغدا قرب، فقلت ايه لا انا هعمل الغدا بتاعي واخلصه عشان خاطر الاولاد وجوزي وكده، وبعد كده بامر الله بعد ما اخلص الغدا واشطب المطبخ هاجي بقى على الصاله وعلى اللهم صل على النبي وعلى الطرق اغسل الحيطان بتاعتهم غسله حلوه جدا، يبقى انا بقى براحتي ومش يبقى ان انا مستعجله عشان خاطر ورايا حاجه. حطيت بقى كده يا حبايب قلبي السجادتين دول اللي هي بتاعه الاوضه الاضافيه واللي هي التانية دي، وابتديت بقى ان انا اغسل فيهم كده غسله كويسه، حطيتهم قدام بعض كده عشان خاطر الاتنين ايه يغرقوا ميه مع بعض، عشان برضو ايه مش هستهلك ميه كتير. فرشتهم بقى كده، دول كانوا اخر حاجه عندي يا بنات، التلاته دول كده. اللي هي البامبا اللي في النص دي مش اللي لسه كنت بغسل فيها، لا دي بتاعه اوضه الاطفال، هي نفس التانية بس دي اصغر شويه في العرض. مسكتهم بقى كده قلت ايه احط التلاته كده لان دول كانوا اخر حاجه عندي. بيني وبينكم ما عادش فيه غير المشايات، عندي حوالي 4 أو 5 مشايات صغيرين، فقلت انا حتى لو انا بغسل الحمام وعملتهم كده لان بجد انا فصلت ما كنتش قادره.
فقلت هكمل دول بقى والم الميه وانزل بقى اروح اجيب السمك، واجي بقى نحضر غدا مع بعض يا حبايب قلبي. خلصتهم بقى كده وشطفتهم وطلعت بقى على السطح كده، نشرت السجاد بتاعي. شايفين يا بنات؟ شايفين بقى الحلاوه والجمال؟ انا بقى بحب قوي اللحظه دي. خلصت بقى كده يا بنات السجاد بتاعي ونشرته بقى على السطح كده. هي المشيه دي بصراحه اللي غرقت ميه غسلتها. خلصت بقى كده السجاد بتاعي كله يا بنات. ربنا عني وقواني وقدرني وخلصت، اللهم لك الحمد والشكر. رحت بقى يا بنات غيرت هدومي ونزلت بقى جبت سمك. ده سمك كبير يا بنات، شبار كبير. كان الكيلو عامل 80، جبت كيلو وربع 100 كده على بعض. وقلت بقى ايه تشجع معاكم كده يا حبايب قلبي، وانضفه بقى كده معاكم. انا حاسه ان في حمل ونزاح كده من على قلبي ساعه ما خلصت السجاد ده. بس الحمد لله، اللي بيتوكل على ربنا ربنا بيعينه والله العظيم. عمري ما قلت يا رب عيني على حاجه وربنا خذلني، الحمد لله والشكر لربنا. عمري ما قلت يا رب انا نفسي في الحاجه دي قويني وقدرني عشان اجيبها وما جبتهاش. فده كله انا حمد ربنا وشكر ربنا على نعمته كبيره قوي عليا. والله العظيم الحمد لله. ودايما بقول يا رب القناه دي لو فيها خير قربها مني، يا رب لو فيها شر بعدها عني. طول ما انا بدعي الاقي ناس حبايب قلبي بتقرب مني وبتكبر بخاطري بكلامها اللي بيكبر الخاطر. ربنا يكبر بخاطركم بحق ما انتوا بتكبروا بخاطري، اللهم امين يا رب. ويجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وما بين ايديكم، ويرزقكم بما تتمنوا بزيادة كمان، ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين بحق الايام المفترجة اللي احنا فيها يا رب. مسكت بقى كده يا بنات السمك، نضفته تنظيفه كده مية مية كده زي ما انتم شايفين. وهمسكه بقى كده اغسله غسله حلوه تاني، وبعد كده بقى هعصر عليه ليمونتين حلوين، واحط عليه بقى حبه دقيق واركنه كده على جنب، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض يا حبايب قلبي. إيه كده بقى خلاص بقى كنت ايه بشطب كده في السمك اهو خلاص في التشاطيب. ان انا خلاص بقى هقفل بقى وهكمل كده مع نفسي عشان خاطر مش هطول عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. كده بقى غسلته كام مره كده وشطفته وخليته زي الفل، عشان بقى كده ايه انقعه بقى واسيبه في جنب. وطبعا بقى الزفره دي كلها طبعا انا مش هرميها يا بنات، انا عندي طيور زي ما انتم عارفين. هلم بقى الزفره دي كلها، والزفره دي اجمل حاجه للطيور. يعني الزفره دي للبط الكبير احسن حاجه ليه بصراحه. فخلصت بقى كده السمك يا بنات، وشلت بقى الزفره والاكل اللي كان باقي من امبارح، كمان كان بقى عندي حبه رز وطلعتهم للبط. مسكت هنا بقى بصله كبيره كده حلوه، قلت بقى احمرها كده معاكم يا حبايب قلبي. انا هتعملي السمك دي ايه يا جان؟ هعمله في صينيه. بصراحه انا تعبانه مش قادره اروح اشوي. والجو حر قوي النهارده. فقلنا ايه بلاش السمك المشوي كده تغيير، اعمله بطماطم. حمرت البصله وصفيت الطماطم حطيتها، وحطيت شويه فلفل اسمر وشويه كمون وحبه كزبره. وهغطي بقى على التسبيكه. وجبت بقى معايا الطاسه دي حطيت فيها شويه زيت. وقلت بقى ايه ابتدي كده ان انا اقلي السمك والتسبيكه على البوتاجاز يا بنات. بصراحه ربنا والله العظيم تلاته انا بسجل معاكم الفيديو وكنا خلاص اتغدينا. بسم الله ما شاء الله، كان جميل 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 ما شاء الله عليه. الكيلو كان ب80 يا بنات، جبت كيلو وربع ب100، كان ما شاء الله كان في اكبر من كده. بس انا قلت له يعني هات لي الوسط. كده بقى البطاطس معايا هي يا بنات كده بتاخد وتدي على النار. انا حطيت فيها كام حبايه بطاطس كده عشان خاطر عندي الاولاد بيحبوا السمك في بطاطس، بصراحه بيبقى خطير. لو مش جربتيه انصحك ان انت تجربيه وقولي لي في الكومنتات عمل معاكي ايه. بصراحه يا بنات بيبقى جميل جدا جدا جدا. هبتدي بقى كده اقلب كده البطاطس يا بنات من فوق لتحت عشان خاطر ايه كلها تبقى سوا واحد. آه، عندي البنات بيحبوا الحاجات اللي هي فيها ميه طماطم، صلصه، حاجات من دي. زودت كده شويه ميه عشان تبقى ايه مش تبقى تقيله قوي، وقلبت بقى السمك كده معاكم يا حبايب قلبي. اللهم صل على النبي. بقى اخلص اظبط الصينيه واقوم جايه بقى مولعه على حبه رز. كنا احنا في الاثناء دي كانت الساعه 12 يا بنات. خلصت الغدا كان الدور بيقول الله اكبر. اللي هو جوزي جه صلى وجه يتغدى ومشي تاني. فالحمد لله يعني ان اسعفت نفسي كده وخلصت سجادي وانا كنت مخلصه غدا. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. انا كده بوريكم ان انا ولعت على الرز، وصينيه السمك بتاعتي بقى حطيتها من الفرن وخرجت. والغدا بتاعنا خلص يا بنات، يستاهل بقكم. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ويكون نار رضاكم. واستنوني بقى يا بنات في فيديوهات قويه جدا بامر الله. بحبكم في الله. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد. اسيبكم في رعايه الله. يلا مع السلامه.